شنو لا قلت لك باللي في هذا الوقت اللي انت جالس فيه كتفرج في هذا الفيديو كاين حتى واحد اخر في كون مطابق للكون ديالنا جالس كيسكرول في انستغرام او يقدر يكون رئيس دوله ولا حتى شي حاجه اخرى. جاتك فكره مجنونه ياك؟ لا قلت لك باللي العلم كيامن بوجود هذه النظريه وكيدرسها ليومنا هذا. في عام 1954 كان العالم هيبرت خرج بواحد الفكره اللي كانت في ديك الوقت مجنونه، كل شيء ضحك عليه حيت اعتبروها فكره غبيه وبزاف كاع. اللي قال باللي كاين في هذا الكون الارض، وباللي كاينين بحالها مليارات الكواكب، وباللي مليارات الشموس اللي كتدور عليها بحال الارض اللي كاينين في مليارات المجموعات الشمسيه. وبهذا المنطق كاينين مليارات الاكوان كذلك اللي فيها مليارات الكواكب والنجوم ومليارات المجموعات الشمسيه ومليارات المجرات. عيت والله تعيت، ما علينا. غير هي الارض في كل كون ما كتشبهش الاراضي الاخرى. فمثلا الا كانت في الارض ديالنا نقرضوا الديناصورات، يمكن في الارض اكس يكونوا باقين وما نقارضوش وقدروا يتعايشوا معاهم. اولا في الارض ايغريك يكون فيها المنتخب المغربي عنده 5 كاس العالم. قويت الصراحه ولكن هانيه. من حقنا نحلموا، ما علينا. المهم هي انها توصلكم الفكره. وهذا الشيء عاوتاني كيدينا لنظريه تطابق الارواح اللي فيها انت بهذه الحياه اللي عايش تقدر تكون في كون اخر بنفس السميه بنفس الملامح، تكون رئيس دوله ولا حتى شي حاجه كبيره. كما تقدر تكون في كوكب ايغريك فاشل في حياتك ومكفسه وما درتي حتى لعبه كثار من دابا. ما نتعمقوش بزاف في هذا الموضوع، اللي بغيتو نديروا عليه فيديو بوحدو خليو ليا في كومونتيرات تطابق الارواح ونديروها في الفيديو الجاي ان شاء الله. في حين الفيزيائي هيغ ايفرت 3 طرح تفسير ماني ووردز اللي الفكره ديالو هي انه اي حدث فيه اكثر من احتمال فراه كاع الاحتمالات كيطراو، غير هي كل احتمال كيوقع في كون مختلف. بحال مثلا لا نتيجه ديتي درهم ولحتيها كاين جوج احتمالات، يا بيل يا فاس. فراه الا طاحت في هذا الكون بيل فراه غتكون في كون اخر طاحت فاس، والعكس صحيح. هذا الشيء اللي كان جاب فيه تفسير رياضي الميكانيك الكم. في الثمانينات نباشق عندنا واحد المصطلح جديد اللي هو التضخم الكوني، بحيث الفيزيائي ألان جوتش هو اللي اقترحها، وجاو بعد علماء اخرين قالوا باللي الا كان التضخم كيوقع باستمرار فراه يمكن يولد لنا بزاف ديال الفقاعات، وكل فقاعه منها تكون مستقله ومختلفه على الاخرى. وكان المقصود هنايا بالفقاعات هو الكون. لحد الان ما عندناش دليل مباشر على انه الاكوان المتوازيه موجوده، في حين بزاف ديال النظريات الرياضيه كتسمح بامكانيه وجودها. لهذا السبب بزاف ديال العلماء كيشوفوها فرضيه علميه محتمله وماشي حقيقه مؤكده. بهكا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تقول لنا الراي ديالك في هذه النظريه وواش كتامن بها. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.